عامر ليساعده مصطفى نهاد. هذه هي حكام المباراة وقضاة الليلة، حيث المساعد الثاني بريار قادر، على مستوى الحكم الرابع أوميد مصطفى، وغرفة الفيديو الفار أحمد جمعة. هذه هي أسماء الطاقم التحكيمي لهذه المباراة ولهذا اللقاء تحديدا، مباراة أمانة بغداد والموصل باختتام الجولة الثانية من مواجهة دوري نجوم العراق. وهذا هو سالم عامر وجماهير الحجباء، أبناء مدينة الموصل العريقة يتواجهون في هذه القمة. سالم عامر الحكم الدولي حكما لهذه المباراة ولهذا اللقاء. نادي الموصل كان سابقا نادي الأهلي في سنة 1946 كان نادي الأهلي، وسمي إلى نادي الموصل عام 1959. إذن سيداتي سادتي مشاهدينا متابعينا أحبتي الأفاضل، لحظات قليلة دقيقة ونستفصل عن نتائج هذه اللقاء بهذه اللحظات، وانطلاق صافرة سالم عامر معلنا عن بداية الأحداث وبداية هذه المباراة تحديدا. تشكيلة الفريقين سريعا، حيث أمانة بغداد ابتداها بحراسة وسام علي الحارس الشاب بعد المباراة السابقة التي كان فيها عمار أيضا في المباراة السابقة في مباراة ديالا. الليلة أمانة بغداد بشكل غريب، نعم هذا ليس يسمى بشكل غريب لكن تبديل، وهذا دائما ما يحدث في عالم كرة القدم تحديدا. وسام علي بالرقم 12، حيث مصطفى ناظم القادم من الزوراء على مستوى المنطقة الدفاعية. سامتين وفلاح فلاح تحديدا أيضا متواجد في ميلاد فلاح متواجد على مستوى تشكيلة المنطقة الدفاعية. مصطفى ناظم وأيمن رزيز على مستوى المنطقة الوسطية. كريم وياسين عباس ياسين، وتحديدا بالتالي كمال الأقرع، حمدي العبيدي، هنريك برناندو وجبار كريم. هذه الأسماء بالنسبة لفريق أمانة بغداد. أما الآن إلى تشكيلة المباراة بالنسبة للموصل التي ابتدأها بها جاسب سلطان. ابتدأ بعلي كاظم كحارس لهذه المباراة، وحسام كاظم على مستوى شارة القيادة، رامي علي أيضا، وجيستين فيرني، وسيدريك نجاح أيضا على مستوى المنطقة الوسطية، أكرم رحيم وبصيرو عمر وفودنيش روش وكودي سيرجيس. هذه هي الأسماء التي ابتدأها بها جوزيف سلطان لهذه المباراة وهذه المحاولة والتغطية الدفاعية، لكن الخطأ والصافرة أتى من سالم عامر. هذا بالصورة رامي علي ابن اليمني السعيد شاهد بهذه الكرة التي ارتقى بها، ولمسة يد، نعم لمسة يد كانت باللقطة الماضية. يقول استوجب الحذر، استوجب الحذر. هيرنيك برناندو ارتقى بالكرة، هيرنيك برناندو على مستوى حسام كاظم 53 القادم من فريق الكهرباء، وبعدها الزوراء. حسام كاظم على تنفيذ هذه الكرة الحرة المباشرة تنفذ في هذه اللحظات، لكن الإبعاد من مصطفى ناظم حاضر. حمدي العبيدي بالارتقاء مرة أخرى، لا زالت المحاولة، كرة عالية ترسل في هذه اللحظات لفريق الموصل، لكن الكرة أعطاها باللقطة الماضية ميوت، كما نسميها ماتت الهجمة باللقطة الماضية. ذهبت، كانت هنالك محاولة لفريق الموصل مميزة عن طريق تمريرة حسام كاظم، لكن لم تأتي في هذه اللحظات. إذن عصام حمد مدرب فريق أمانة بغداد، بعدما كان بدون نادي قبل كان في الزوراء، في نادي الزوراء كان قادما من الزوراء، أتى مفضلا كل العروض، مختارا أمانة بغداد. أمانة بغداد ابتدأها بحراسة مميزة، الحارس الشاب وسام علي حارس المنتخب الشبابي وسام علي. وهذه المحاولة من ميلاد فالح، تنقل الكرة عالية، ممكن ارتقاء رأسي حاضر بالنسبة لفريق الموصل. المحاولة لا زالت كرة تبعد، لكن بعيد نعم بعيد من حيدر سالم.
الكرة باللقطة الماضية. هذا جاسم سلطان مدرب فريق الموصل لموسمين بعدما قاد الموصل للتأهل إلى دوري المحترفين العراقي. بهذه اللحظات الصاعدين حديثا إلى دوري المحترفين يتنافسون هذه الليلة إلى تحقيق الثلاثة نقاط ولقب هذه المباراة. وهذه الكرة ممكن حاضر، لكن الإبعاد من أيمن رزيج. أعتقد إلى هذه اللحظة أيمن رزيج 11 موسم مع فريق أمانة بغداد. هذا ذو الوفاء الكبير والعطاء المثير، عطاء لا منتهي عن طريق أيمن رزيج باللقطة الماضية الذي يرتدي الرقم 13 بهذه الصورة. واصل الكرة لفريق الموصل. هذا حسام كاظم كما ذكرت القادم من فريق الكهرباء بعد عطاء تام مع فريق النوارس زعيم العراق قادما من الزعيم. وهذا الأقرع في هذا الخطأ ممكن. هل سيخطأ الفريق القادم من مدينة نينوى من الحدباء؟ كما ذكرنا أن نادي الموصل سمي بالنادي الأهلي في سنة 46 وبعدها في سنة 59 سمي بالموصل. والموصل نسبة إلى المنارة الحدباء. وهذه الكرة لكن إلى الخارج. محاولة باللقطة الماضية من رامي علي ابن اليمني السعيد. رامي حقيقة من اللاعبين المميزين، رامي الوصماني، ومن المدافعين المميزين. هذه الكرة التي كان فيها الخطأ. واصل الكرة لفريق الموصل والمحاولة تأتي بحثا عن تحذيرات جديدة. جماهير أسود العاصمة، جماهير قاهر العاصمة، جماهير أمانة بغداد حاضرة لمساندة الفريق، فريق الأمانة. هذا الأقرع يحاول في استغلال الكرة لكن الإبعاد الحاضر من دفاعات الموصل. صافرة تحضر من سالم عامر. حكام اللقاء مميزين إلى هذه اللحظة كما ذكرنا. إعادة سريعة لحكام هذا اللقاء. سالم عامر على مستوى حكم الساحة كمساعد أول، مصطفى نهاد وبدير قادر المساعد الثاني والرابع، أوميد مصطفى على مستوى غرفة الفيديو الفار أحمد جمعة. بهذه الأسماء نعم حكام هذا اللقاء مميزين. حينما أرى سالم عامر داخل أرضية الميدان أطمئن شخصيا. هذا رامي الوصماني يرسل كرة لنجاة، استغلال حاضر وكرة تعود لعلي كاظم القادم من القوة الجوية. علي كاظم من الحراس المميزين، قدم عطاء مع القوة الجوية في الموسم الماضي. فضل العروض على نادي الموصل. رامي الوصماني يستلم كرة، استلام وتغطية حاضرة من فريق الأمانة، أمانة بغداد. هنريك برناندو لكن الكرة إلى خارج أرضية الميدان، إلى الخارج تماما. كمال الأقرع المميز. السيناريو هذا رقم 15 محاولة واصلة، كرة واصلة لكن ابعاد دفاعي حاضر من دفاعات الأمانة. وسام علي الكرة كادت لفريق الموصل، كادوا أبناء الحدباء بأن يظفروا بأولى العلامات. تغطية حاضرة من فريق الأمانة، إرسال كرة بعيدا، حمدي العبيدي الارتقاء لكن تعود لأكرم رحيم باللقطة الماضية كان بالمحاولة. كرة واصلة ومحاولة تأتي بهذه اللحظات. مدينة الموصل محافظة نينوى الثاني أكبر محافظة
من حيث السكان، وأيضا ثاني أكبر محافظة من حيث المساحة. كادت من رامي الأقرع، كادت هذه الكرة باللقطة الماضية كادوا أن يظهروا أولى العلامات لولا الخطأ الحاضر. إبعاد وتغطية دفاعية حاضرة من لامين ساماتي. لامين ساماتي أبعد الكرة الماضية. تعرف مدينة الموصل تاريخها العريق، تضم مركز محافظة نينوى التي تعتبر كما ذكرت ثاني أكبر محافظة من حيث المساحة والثانية من حيث السكان تماما. إعداد محافظة الموصل وهذه الكرة الواصلة لأبناء نينوى، لأبناء الحجبة. المحاولة واصلة، تغطية حاضرة، محاولة تأتي على الجهة اليمنى. رامي الوصماني يرسل الكرة من بينية، لكن الخطأ، غلطة الشاطر قد تكلف مليون في هذه المباراة. تغطية وكرة، لكن وسام علي حاضرا، سدا منيعا وقبضة حديدية لكل من يحاول التقرب إلى العرين. شاهد المحاولة باللقطة الماضية من كرة أتت من رامي الوصماني ثم أتى بالتغطية، لكن الارتقاء الدفاعي كان أتى مرة أخرى. لكن وسام معين أحمد بعد الكرة الأخيرة سدد، لكن لم تأتي معين. رامي الوصماني بن اليمن السعيد، محاولة تأتي بهذه اللحظات. محاولة للجهة اليمنى ترسل مرة أخرى. بصيروا بهذه اللحظات رامي الوصماني إلى هذه اللحظة أكثر من 4 محاولات واصلة، لكن الإبعاد من لامين ساماتي حاضرا ومتواجد باللقطة الماضية. هذا الظاهر شاشة معين أحمد صاحب المحاولات لأكثر من مرة. معين أحمد، عباس ياسين لاعب ل4 أندية في غضون موسم واحد، قادما من فريق زاخو بعد التوقيع الرسمي وباشر بالوحدات التدريبية، لكن لا نعلم ما الذي حدث وأتى فسخ العقد بالتراضي وأتى إلى فريق الأمانة. هذه كرة واصلة، تعود لرامي الوصماني والتدخل الدفاعي ممكن، لا وجود لأي شيء باللقطة الماضية. كرة تعود مرة أخرى، إبعاد وتغطية حاضرة بالنسبة لأبناء نينوى، لأبناء الحجبة، لأبناء الفتوى، لأبناء النصر والانتصار، لأبناء سومر، لكن بعيدة وخارج الاحتمالات. حسام كاظم يقول له يا حبيبي شك يا حبيبي، ما بها شيء الكرة الماضية، شنو هذا الاعتراض؟ بالسلامات إلى كمال الأقرع. هذا جبار كريم اليوم يبدأ أساسيا. هذه اللقطة الماضية وتدخل من رامي الوصماني باليد وفي الجانب أتى، وهذه كرة حسام كاظم لم تأتي، وشاهد الارتقاء من وسام علي معتقدا انها في زاوية ما يسكن الشيطان، الزاوية 90 باللقطة الماضية. هذا عصام حمد مدرب أمانة بغداد وقاهر العاصمة، قادما كما ذكرت من فريق الزوراء، لا وجود لأي شيء. وتكملة للمباراة تماما. نادي الموصل حقق لقب الدوري العراقي الممتاز 3 مرات في تاريخه برئاسة رائد محمد نجيب رئيس التنفيذي لنادي الموصل، ويدربه جاسم سلطان. رئاسة ممتازة وكادر مميز. هذه الكرة التي كان فيها الخطأ باللقطة الماضية، لكن القاضي سالم عامر يقول لا وجود لأي شيء. كرة تنقل والمحاولة واصلة على الجهة اليسرى في هذه اللحظات، تنقل لكن بعيد. تعود إلى رمية التماس عن طريق حسام كاظم 53. جبار كريم الذي كان في المباراة السابقة
من كرة أتت بينية من ثامر الصالحي. هذه هي تذكير لمباريات أمانة بغداد الماضية. لعب فريق الأمانة المباراة السابقة الأولى في افتتاح الجولة الأولى من مواجهة دوري المحترفين. كرة واصلة لكن تغطية من مصطفى ناظم حاضرة. ميلاد والإبعاد حاضر إلى رمية تماس. أكمل ما قلت في افتتاح الجولة الأولى أمانة بغداد وديالى حيث انتصر فيها. إذن هذا تذكير، خطوة جميلة. إن الفريقين قادمين من خسارة. الموصل قادم من خسارة من الغراف بهدف مقابل لا شيء، أيضا كان بحراسة علي كاظم حارس مباراة الليلة. هذه هي بالنسبة للمباراة الأولى. أعود إلى الأمانة. نفط البصرة في الموسم الماضي حينما حمل بطاقة التأهل، وهذه الكرة بهذه المحاولة وبهذه اللحظات ساماتيم بهذه اللحظات. هيرنيك برناندو كان باللقطة الماضية وساماتي كان ينتظر الكرة. هنريك برناندو باللقطة الماضية صاحب الرقم 33. كرة واصلة لأبناء نينوى، تبعد عاليا، لا زالت ميلاد فالح والكرة لا يجب تكون روح رياضية حاضرة. الفريقين على تمثل. كودي سيرجيوس تدخل على ميلاد وبهذه اللقطة أتى الخطأ. يقول له يا حبيبي على كيف ما فيش، لازم تكون الروح الرياضية حاضرة، لازم تحلى بالروح الرياضية. كرة واصلة عن طريق المنطقة الدفاعية، وهذه الكرة بخطأ، لا يجب أن ترسل الكرة بهذا الشكل. اللعب بالنار ممنوع في هذه المنطقة كما نسميه. كرة واصلة بينية مرتدة تعود ممكن بهذه اللحظات. حمدي العبيدي تغطية حاضرة. كمال الأقرع ينتظر الاستحواذ لكن سالم عمرو يقول لا وجود ليش حمدي، ماكو أي شيء. فرنانديز لكن علي كاظم. برناندو أنا حقيقة شغلي وتفكيري وانشغالي بهرنانديز، ذهبت إلى ذلك الاتجاه لأن حقيقة تشابه في الستايل وفي طريقة اللعب. هيرنيك برناندو بهذه اللحظات محاولة تأتي على الجهة اليسرى لكن تغطية دفاعية حاضرة لدفاعات فريق الأمانة والتدخل. أوه يا حبيبي بالسلامات. هذا سيرجيوس باللقطة الماضية بالتدخل لأيمن رزيج. على كيفك يا حبيبي. بالسلامات لأيمن رزيج باللقطة الماضية بشكل تام وبالوصول الكامل. اعتراض حاضر وجاسب سلطان يقول ما فيش. سالم عامر ينتظر. تعادل سلبي بهذه اللحظات على مستوى الدقيقة 17 من عمر الشوط الأولاني. أيضا تبعد الموصل في هذه المباراة قطع 400 كيلومتر قادما من مدينة الموصل إلى العاصمة بغداد. إذا تبعد محافظة بغداد عن مدينة الموصل أو العكس 400 كيلومتر. قطعوا 400 كيلومتر عازمين إلى خطف لقب هذه المباراة وإلى الظفر بنقاط هذه المباراة. الموصل لا زالت تشتهر بأجوائها التي تحتفظ بالتراث الأصيل. الموصل معروفة بهذه النقطة، تحتفظ بالتراث الأصيل. ولهذه اللحظة لا زالت تمارس العادات والتقاليد. وهذه الكرة بالمحاولة جبار كريم لو استغلها قليلا
لأتى هدف وشيء جديد في هذه اللحظات. علي كاظم حارس فريق الموصل كلوب، ترسل الكرة عالية، تعود مرة أخرى للأمانة حيدر سالم بهذه المحاولة، والكرة بارتقاء وخروج لعلي كاظم في هذه اللحظات. إبعاد ممكن حاضر من حسام كاظم، اللاعب النار ممنوع يا عزيزي في هذه المناطق وفي هذه اللحظات. ممكن من هذه الكرة هل سيستغلوها أبنائي العاصمة تماما ويظفرون بأولى العلامات؟ أيمن رزيد يرسل الكرة، ترقب حاضر وكرة واصلة مرة أخرى، لكن أيضا تدخل حاضر من لامين ساماتي. لامين ساماتي بهذه اللحظات أبعد. لامين ساماتي أكثر من كرة واصلة لفريق أمانة بغداد. واصل الكرة عن طريق الموصل، بصير عمر يرسل الكرة في اللحظة الأولى. حسام كاظم مرة أخرى. الليلة أيضا من فريق الموصل الرقم 10 الليلة يجلس على دكة البدلاء عمر عبد الرحمن بعدما كان أساسيا في المرحلة السابقة. الليلة عمر عبد الرحمن يجلس على مستوى دكة البدلاء. وهذه الكرة واصلة، الوصماتي بإرسال للكرة وتغطية حاضر وابعاد من لامين إلى خارج أرضية الميدان. لامين ساماتي في هذه اللحظات. فونينغروش لاعب فريق الموصل المحترف الأفريقي. كرة ركنية تنفذ لفريق الموصل، محاولة واصلة، كرة برأسية لكن ارتقاء وإبعاد حاضر من وسام عليم، حرم فريق الأمانة وهنالك التغطية لولا سقوط. يا إلهي يا إلهي، لولا سقوط حمد العبيدي لرأينا ارتداد وكرة جميلة وشيء جديد بهذه المباراة وفي هذه اللحظات. أي كرة أبعدت كان فيها سقوط بعد الإرسال من وسام، بعدها من وسام علي إلى لامين. لامين أرسل الكرة إلى حمدي. هذه الكرة ما تسمى بتوب 3 بثلاثة محاولات، وهذه الكرة بانبعاد وخروج موفق لوسام علي. عليك تجنب مثل هكذا خروجات لأرضية الميدان، لأن لو استغلوها للحظة في غفلة حاضرة لكان أولى الأهداف. وسام علي حارس فريق الأمانة لمواسم عديدة، الموسم الماضي أيضا أساسيا كان في حينما كانوا بالدوري الممتاز، أيضا قدم مستوى مميز وسام علي. وهذا الموسم الجديد حسام كاظم، ركنية تنفذ لفريق الموصل في هذه اللحظات. ممكن من هذه الكرة يعدلون ويستغلون. حسام كاظم مرة أخرى، بينية تعود مرة أخرى، لكن إبعاد وتغطية حاضرة. فونينغروش لو استلمها لظفر إلى المرمى ونعلن عن أولى الأهداف. إذن أبناء الحدبة، وكرة ترسل لا وجود لا شيء في هذه اللحظات، لكن ممكن المحاولة واصلة والكرة أنا أعتقد إنها سيفعلها إلى منطقة الأوت، لكن سددها. يقول خليني أحاول، خليني أجرب، خليني أختبر حظي. في اللقطة الماضية أكرم رحيم، كرة واصلة، أيمن رزيج صاحب العطاء المميز، من الشخصيات والقامات المميزة أيمن، واللاعبين الشباب الذين قدموا عطاء للكرة وتحديدا لأمانة بغداد. هذه كرة واصلة والشد الحاضر، لكن حكم اللقاء يقول استمرار للأحداث ولا وجود لأي شيء. كرة ترسل عباس ياسين إلى جبار مرة أخرى، ميلاد بالاستلام. ممكن من هذه الكرة المحاولة تأتي على الجهة اليمنى تماما، جبار كريم بعرضية، لكن الإبعاد حاضر من كودي سيرجيس. حسام كاظم قاد إلى هذه اللحظة، حسام كاظم قادم
الموصل إلى العديد من المحاولات. جبار كريم صاحب الهدف الوحيد في المباراة السابقة من بينية أتت من ثامر الصالحي في المباراة السابقة تماما. أيضا كما ذكرت أمانة بغداد خسر بالمباراة الماضية أو السابقة، وأيضا الموصل خسر بالمباراة السابقة أمام الغراف. كانت أهداف اللقاء في مباراة أمانة بغداد وديالى أيمن محمود حتى بدقيقة 84، وبعدها أتى وقاع رمضان بثاني الأهداف بهدف خيالي بالكعب، أتى معلن عن ثاني الأهداف. وأيضا على جانب أمانة بغداد فكان فقط صاحب الهدف الوحيد ثامر الصالحي بهدف عكسي من بينية أو من أسيس من جبار كريم، الذي هو الهدف بالنسبة للأمانة يحسب لجبار، ولكن على المستوى الرسمي ثامر الصالحي من خطأ. لو تركها ثامر في المباراة السابقة أيضا كانت على أرضية ملعب الكرف أمام فريق ديالى. كمال الأقرع في المحاولة، بينية تعود لكن إلى خارج أرضية الميدان، الكرة حتى تتحول إلى ركنية. جبار كريم موسمين مع أمانة بغداد قادما من فريق دهوك. مودينغروش لاعب فريق الموصل المحترف على مستوى محترفين نادي الموصل المغربي كمال الأقرع بتوقيع بأولى مواسمه مع فريق الأمانة. ركنية تنفذ أيمن رزيج بهذه الكرة بهذه اللحظات، لكن تغطية دفاعية حاضرة من معين أحمد بإرسال من رأسية حاضرة. كرة تعود إلى الخلف عن طريق لامين سماتين، كرة لكمال مرة أخرى. كمال الأقرع يبحث عن زميل، كرة ترسل لبرناندو برناندو عباس ياسين في تسديده، لكن لولا التدخل يا إله. عباس ياسين القادم من فريق زاخو أبناء الخابور كما ذكرت وقع مع 4 أندية في غضون موسم واحد. عباس ياسين هو الليلة يرتدي رقم 6 نمبر 6. عباس ياسين، كرة تعود عالية ترسل تتحول رامي علي يرسل لك كرة مرة أخرى تعود لدفاعات الموصل في هذه اللحظات. كرة مرة أخرى حيدر سالم بالتغطية، ميلاد بالاستلام مرة أخرى تعود بالكعب من بينية. جبار يا إلهي، لولا الدخول الموفق والخروج الموفق عن طريق علي كاظم. وهذه الكرة باللقطة الماضية أيضا تحولت من لقطة من تسديد ميلاد أتى بالكعب، بعدها أتى جبار ليكمل الهجمة سددها، لكن خروج موفق لعلي كاظم باللقطة الماضية. كرة تتحول إلى خارج أرضية الميدان. هذا حيدر سالم لاعبي قاهري العاصمة أمانة بغداد. أيضا الصاعدين حديثا على جبار كريم كما ذكرت موسمين مع أمانة بغداد بعدما قاد الأمانة إلى التأهل إلى دوري المحترفين. يقول جبار أني أتيت إلى أمانة بغداد أيضا لأظفر بالأمانة إلى مراكز متقدمة، على الأقل احتمالية 10 الأولى أو 5 الأولى. فريق الأمانة فريق شبابي ويستحق المراكز المتقدمة بعد تعاقدات المميزة. جبار كريم مستاء من هذه الكرة ومن هذه اللقطة. شوف الإعادة، شوف الارتقاء من حسام والتدخل على جبار. شوف هذه اللقطة ولقطة الخطأ. جبار كريم مستاء من هذه الكرة، لكن سالم عامر يقول مستمر الأحداث وهذه الكرة واصلة. حمدي العبيدين من تمريرة أتت من جبار كريم. علي كاظم مرة أخرى، علي كاظم ارتقاء وخروج موفق مرة أخرى يحرم أمانة بغداد
من التقدم بأولى العلامات، لولا استغلها بهذه اللقطة من الإرسال. هينريك برناردو لو استغل الكرة سهلة باللقطة الماضية، لو استغلها لظفر بأولى العلامات وبأولى الأهداف، مسجلا إن هذه المباراة أرضي وفي أرضي، ولا أسمح لأي فريق آخر بالتعدي عليها أو بالتفكير فقط من هذه الكرة. من المحاولة التي تأتي في هذه اللحظات حمدي العبيدي، اختيار وترقب وتحضر حاضر، ممكن الخطأ لا خطأ صحيح من تدخل أتى باللقطة الماضية وصافرة سالم عمر، حضرت خطأ واضح والتدخل الخروج موفق. هذه اللقطة شوف هذه اللقطة والتدخل من سيدريك نجاح حرم من فرصة محققة. شوف التدخل من سيدريك نجاح، كادم خطأ، صافرة سالم عامر حضر، حرة تنفذ. رامي بالرقم 6 رامي علي الوصماتي يتراقب، وأيمن الرزيج يراقب كل الخطوط الدفاعية، واستحضار وترقب هذه اللحظات. كرة تنفذ حرة تعود، الله حيدر سالم، يا حيدر يا سالم لولا التدخل باللقطة الماضية. برافو على هذه الكرة باللقطة الماضية. شوف حينما عرضها أيمن أتى علي كاظم والقطة. يا حيدر أنت شنو سويت يا حيدر؟ سالم التركيز كان سبب في ضياع اللقطة الماضية. كان حيدر سالم يركز في الدفاعات وفي غفلة، لم يعتقد أن الكرة وصلت إليه. إذن حكم اللقاء يقول إن الحالة طبيعية. كمال الأقرع يرسل كرة من تغطية دفاعية حاضرة، هذا ساقط على أرضية الميدان. معين أحمد مستاء باللقطة الماضية على أن الكرة خطأ، لكن سالم عامر حكم الدولي له رأي آخر. إذن خطف أمانة بغداد بطاقة التأهل عن طريق نفط البصرة من الهدف الوحيد الذي أتى عن طريق جبار كريم بآخر اللحظات وفي الدقيقة 90 من عمر المباراة. أتى جبار خاطفا بطاقة التأهل، وهذا ميلاد بعرضية لكمال تعود، لكن التغطية الحاضرة لأبناء الموصل من أكرم رحيم، إرسال حاضر لكن إلى خارج أرضية الميدان. مصطفى ناظم ينفذ رمية التماس، وهذا معين باللقطة الماضية، أو عفوا أكرم رحيم بهذه اللقطة. جبار كريم، جبار لا ينتظر، خلاص جبار كريم استلم مباشرة يسدد، صاحب العطاءات المميزة. وهنا أكرم مستاء، أكرم رحيم بال31 مستاء من هذه اللقطة ومن هذه الكرة. نعم شوف باللقطة الماضية يقول إنها خطأ، تدخل علي يا عزيز، تدخل علي، أعطوني خطأ. لكن سالم عمر له رأي آخر في هذه اللحظات. محاولة تأتي من كرة بينية على الجهة اليمنى تماما بشكل تام وبالوصول الكامل، استحضار وترقب رامي مرة أخرى بإرسال بينية، لكن بعيدة عن الاحتمالات. لو كانت داخل منطقة الجزاء احتمالية 80% أو 70%، هذه احتماليات دائما ما تأتي. كمال الأقرع استحضار وترقب حاضر بهذه اللحظات. المغربي كمال يرسل كرة لأيمن، بعدها تعود إلى المناطق الدفاعية تماما. في الموسم الماضي آخر 4 مواجهات تقدم الطلبة على الأمانة بهدفين، هذا أنا أتكلم عن الموسم الماضي. أيضا المباراة السابقة آخر 4 مباريات، مباراة ديالا التي خسر فيها فريق الأمانة واستطاع ديالا إلى الظفر بنقاط المباراة، وأيضا نفط البصرة
أيضا المباراة الآخر 4 مواجهات لفريق الأمانة. أيضا نفط البصرة خسر من فريق الأمانة خاسرا بطاقة التأهل، خاسرا بطاقة البقاء في دوري النجوم، واستغلها فريق الأمانة أيضا كما ذكرت عن طريق جبار في الدقائق الأخيرة أتى هدف اللقاء الوحيد. وأيضا المواجهة الثالثة الطلبة تفوق على فريق الأمانة، والحدود أيضا خسر من فريق الأمانة بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين. هذه هي بالنسبة آخر 4 مواجهات لفريق الأمانة بغداد. أما بالنسبة للموصل أبناء الحدباء آخر مباراة أيضا كما ذكرت خسر الموصل من الغراف بهدف مقابل لا شيء، هدف وحيد. وأيضا خسر من الشرطة في ضمن مواجهات كأس العراق عن طريق في أديم الذي استضافها ملعب الشعب. وهذه الكرة باللقطة الماضية حمدي العبيدي مستاء أيضا من هذه الكرة، كانت محاولة مميزة لفريق الأمانة أمانة بغداد. أيضا كما ذكرت إن الموصل خسر من فريق الشرطة في مواجهة كأس العراق خاسرا بطاقة البقاء في الكأس، وأيضا أمام أربيل بتعادل إيجابي أو عفوا تعادل سلبي الموصل وأربيل. أيضا هذه في مواجهة كأس العراق. أيضا المواجهة الرابعة والأخيرة أيضا ضمن كأس العراق انتهت بالتعادل الإيجابي الجولان والموصل بهدف لكلا الفريقين. هذه الأربع مواجهات بالنسبة لكلا الفريقين. أيضا هذا اختصار لما قلت، إن الموصل لم يستطع الفوز خلال 4 مواجهات، فقط لديه تعادل أمام جولان في مواجهات كأس العراق. أما بالنسبة للأمانة، أمانة فريق الأمانة فريق مميز، لولا أن آخر 4 مواجهات لديه فوزين فقط أمام الحدود في الموسم الماضي، وأيضا في الموسم الماضي أمام نفط البصرة. هذه مباراة التأهل أو البقاء بالنسبة لكمال الأقرع، وهذه المحاولة والكرة الواصلة بهذه اللحظات عن طريق المغربي كمال الأقرع. حيدر سالم يرسل كرة بهذه اللحظات بينية تأتي الاستحضار حاضر، وبهذه الكرة ممكن سيعدلون أبناء نينوى، أبناء الموصل، أبناء النصر والانتصار، أبناء سومر، أبناء النصر والانتصار. يا إلهي يا إلهي على هذه الكرة، لا تأتي مرتين، لا تأتي مرتين. نعم نعم، هذه الكرة لا تأتي مرتين كما قلت. يا إلهي، فرصة أتت لفريق الموصل لا تتكرر في كل مباراة لم يستغلوها فريق الموصل إلى العبور بهدف وحيد. عسى أن ينتهي الشوط الأولاني بهدف أو بدون لا شيء. كرة تعود، رمية تماس. إذن في هذه الأمسية المميزة، في هذه الأمسية التي يميزها هذه المباراة الموصل وأمانة بغداد المتأهلين حديثا إلى دوري المحترفين العراقي، وهذه الكرة من كرة واصلة لكمال، لكن بعيدة وخارج الاحتمالات. تعود لركنية علي كاظم القادم من القوة الجوية، لا زال مستمر بالعطاء، أنقذ أكثر من كرة قادمة لفريق الموصل، ومحاولة على إن الكرة تأتي لمرماه حامل عرين. هذا ما يسمى بالشكل التام وبالوصول الكامل. حامل عرين بهذه اللحظات أيمن رثيج مرة أخرى، صاحب الركنيات المميزة والحاضرة. أيمن رثيج ينفذ الكرة على التنفيذ مرة أخرى، استحضار وتدخل حاضر. يا إلهي يا إلهي، أعتقد هنالك شيء باللقطة الماضية بعد التدخل والاستحضار الحاضر. أيضا في هذه الأمسية المميزة التي تحليها وتميزها أيضا كما ذكرت هذه المباراة، مباراة الموصل وأمانة بغداد المتأهلين حديثا إلى دوري المحترفين. وفي الجانب الآخر
القمة، قمة الديربي، مواجهات دوري نجوم العراق، حيث الأنيق الطلابي يحل ضيفا على فريق الزوراء. الزعيم زعيم العراق يستضيف فريق الطلبة الأنيق الطلابي أيضا في مواجهة مرتقبة على الساعة 8:30. هذه المحاولة من كرة أولى بأولى اللقطات التي تأتي. أوه يا إلهي يا إلهي، فونينغروش باللقطة الماضية. فونينغروش أنت شنو ضيعت؟ أنت شنو ضيعت؟ ماذا أضعت باللقطة الماضية؟ ماذا أضعت يا فونينغروش؟ فونينغ بالرقم 99 أضاع الكرة والمحاولة. إذن في الجانب الآخر في مباريات الليلة أيضا مباراة الشرطة ودهوك. إلى هذه اللحظة الشرطة متقدم على دهوك بالدقيقة 34. أيضا في نفس التوقيت هذه المباراة الشرطة متقدم على دهوك، يستضيف دهوك على أرضية ملعب الفيحاء بديلا لملعب الشعب بعد أعمال الصيانة. وأيضا هذه المباراة مباراة الأمانة، أمانة بغداد والموصل، أيضا بنفس التوقيت مباراة الشرطة. وأيضا في الجانب الآخر وديربي الليلة، ديربي العاصمة الزوراء والطلبة، أيضا كما ذكرت على الساعة 8:30. هذا الظاهر في الصورة كودي سيرجيس، موسمين مع الموصل، مستمر بالعطاء. حسام كاظم يرسل كرة بينية بهذه اللحظات وبهذا الشكل، بالشكل التام وبالوصول الكامل. لا 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 لا، أي كرة باللقطة الماضية. لا أنت سددت ولا أنت بينت ولا أنت عرضت رأسية. الله، الموصل أبناء نينوى بهذا الشكل. فونينغروش أبناء النصر والانتصار. هدف أول، أبناء سومر، أبناء النور، أبناء نابلس، أبناء البكر والزنجليم، أبناء الحدماء ونابلس، أبناء الفتوة والترمي وربيعة. يا إلهي، هدف في غفلة دفاعية تامة عن طريق الموصل كلوب، عن طريق فونينغروش. هدف أول فونينغروش بأولى العلامات. فونينغروش يفتتح التسجيل بهذه اللقطة من البينية والرأسية في غفلة عن مصطفى ناظم. أتت الكرة وأتت اللقطة من هذه البينية من معين أحمد، عرضها بأساس أيضا في غفلة عن مصطفى ناظم. أتى هدف في المباراة الوحيد في الزاوية التي يسكن بها الشيطان، الزاوية 90 تقريبا، وفي غفلة عن وسام علي. إذن فونينغروش، أبناء الموصل يفتتحون التسجيل، أبناء الحدباء ونينوى يفتتحون التسجيل بهدف أتى عن طريق فونينغروش بالرقم 99 في الدقيقة 41 تماما. في الدقيقة 41 فونينغروش افتتح التسجيل. واصل الكرة لفريق أمانة بغداد، وكرة تستحصل لفريق الموصل بهذه اللحظات بالشكل التام وبالوصول الكامل. بهذه اللحظات هدف وحيد عكس جانبا مميز من هذه المباراة تماما. واصل الكرة لفريق الموصل عن طريق حسام كاظم بهذه اللحظات وبهذا الشكل المميز. هدف وحيد أتى في هذه المباراة في الدقيقة 41 من فونينغروش بهذه اللحظات وبهذا الشكل المميز من مباراة الموصل وأمانة بغداد. بهذا الشكل المميز افتتح فريق الموصل التسجيل. كرة واصلة لفريق الأمانة، أمانة بغداد، من هذه الكرة والمحاولة التي تأتي. إذن بعدما كان الموصل بالنادي الأهلي سنة 46، هذا هو تأسيس نادي الموصل، أسس
بداية بهذه الكرة. الله 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 يا كمال الأقرع، أكثر من كرة كمال ارتقيت فيها، لكن التغطية لم تتوفر بهذا الشكل المميز على أي كرة. أكثر من فرصة أتت في هذه المباراة، لكن الاستغلال لابد أن يحظى. إذن أندية أخرى في الموصل أيضا، الموصل لا مدينة نينوى محافظة نينوى لديها الكثير من الأندية، مو فقط الموصل، لا غلطانين، مو فقط مدينة الموصل. هذه ملاحظة لابد أن تذكر، أن تقريبا 3 مليون نسمة يسكنون الموصل، 3 مليون نسمة يسكنون مدينة الموصل، كلهم إلى هذه اللحظة فرحانين بهذه النتيجة. هدف وحيد جميل جدا لأولى اللحظات، مميز. الآن بالعالي، الآن منسب أبناء الموصل هذه الكرة والارتقاء، الخطأ الذي أتى على جبار كريم ولصالح فريق الموصل بهذه الكرة وبهذه اللقطة تماما. إذن في الجانب الآخر من هذه المباراة، مباراة الشرطة وفريق دهوك، الهدف الثاني يأتي في هذه اللحظات تقريبا بعد هدف فريق الموصل بدقائق. أتوا الشرطة قيثارة الوطن. الهدف الأول أتى عن طريق محمود المواس، هذا بالنسبة لمباراة الليلة بهذا التوقيت نفسه. محمود المواس بهدف، هدفين محمود المواس. الشرطة متقدم على دهوك بهذه اللحظات. وأيضا نحن الآن بانتظار الإبداع الذي يأتي من أمانة بغداد أو الموصل. من سيأتي أولا؟ دقيقتين 120 ثانية عن نهاية هذه المباراة. الاستحضار والترقب الحاضر جبار كريم، المحاولة لكن تعود لأبناء الحدباء، أبناء الموصل بهذه اللحظات. هدف واحد عن طريق فونينغروش لصالح الموصل. أتوا بهذا الشكل المميز وبهذه الصورة. معين مرة أخرى يرسل كرة على الجهة اليمنى تماما. دقيقتين أو دقيقة متبقية عن نهاية هذه الأحداث بالنسبة للشوط الأول. كمال الأقرع يبعد ويستغل هذه الكرة من هذه المحاولة من المغربي كمال. أولى مواسم مع فريق الأمانة، كمال الأقرع في المحاولة، لكن كرة لرمي التماس. هدف واحد مقابل لا شيء لصالح فريق الموصل. أيضا كما ذكرت أندية الموصل، نادي الأمواج الموصلي أيضا متواجد في مدينة الحدباء نينوى، ونادي الحدباء أيضا، نادي الفهود الفتوى عفوا، نادي بلدية الموصل أيضا متخذ الموصل ملعبا له بهذه اللحظات. وأيضا نادي ترمي وربيع، العديد من الأندية في محافظة نينوى، ليس فقط الموصل. هذا للتذكير فقط. كرة واصلة لدفاعات الأمانة، صافرة أولى والثانية. سيداتي سادتي مشاهدينا متابعينا أحبتي الأفاضل، صافرة تأتي من القاضي سالم عامر معلنة عن انتهاء أحداث الشوط الأولاني من عمر هذه المباراة، مباراة الموصل وأمانة بغداد المتأهلة حديثا إلى دوري المحترفين. الأحداث في هذه المباراة فقط انتهاء الشوط الأولاني بهدف وحيد أتى من عرضية من معين، من ثم إلى فونينغروش بهذه اللقطة مستغلها فونينغروش بغفلة من مصطفى ناظم. أتت أولى الأهداف وأولى العلامات، اللحظات البارزة فقط من الكرات التي تعرض بهذه اللحظات فقط. هو هذا الهدف الذي أتى في الدقيقة 41 من عمر المباراة. إذا سيداتي سادتي أحبتي الأفاضل، استراحة قصيرة وأعود إليكم بإذن الله تعالى. انتهاء الشوط الأولاني، تذكير بتقدم الموصل بهدف وحيد من فونينغروش على صالح فريق الأمانة. ألتقيكم بحلول الشوط الثاني. استراحة قصيرة ونعود إليكم بإذن الله تعالى.
اي واحد حسب عليه. مو هنا ورا. يلا يلا يا عرف اخوي بعد 5 ساعات ما يسمون مصعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي مشاهدينا متابعينا احبتي الافاضل، الشوط الثاني والنصف الثاني من المباراة عودة
لأمسية بهذا اللقاء، حيث أرضية الساحر أحمد راضي تستضيف هذا اللقاء، مباراة الموصل وأمانة بغداد، الشوط الثاني والنصف الثاني من هذه المباراة بعد انتهاء الشوط الأولاني بهدف وحيد لنادي الموصل عن طريق اللاعب فونينغ روش صاحب الرقم 99، أحد لاعيبة ومحترفين الموصل. الهدف الوحيد الذي أتى هذه نهاية الشوط الأولاني بهدف بتقدم الموصل بافتتاح التسجيل عن طريق فونينغ. وهذا هو النصف الثاني والنصف الآخر من هذه المباراة تحديدا. الليلة الموصل يحل ضيفا على فريق الأمانة بهذه المباراة في اختتام الجولة الثانية من مواجهات دوري نجوم العراق. هذه هي بداية الدوري، فطبيعي من الأندية طبيعي من الأندية أن تستقبل الخسارات، الفوز. هذا هو حال كرة القدم. هذه في حال أنا أذكر هذه النقطة في حال أن المباراة كانت بفوز الموصل أو بفوز الأمان. هذا هو حال كرة القدم بالتالي، إذا كان الفوز أو الخسارة. لكن علينا تقبل هذه الأمور. إن كان باللقطة الأولى رمي التماس، هذا زيدان عبد الجبار من التبديلات التي أجراها عصام حمد على مستوى الشوط الثاني. هذا ما يسمى بالشوط المدربين عن طريق هذه المباراة وأجواء هذا اللقاء بالشكل التام وبالوصول الكامل. عودة الموصل مرة أخرى، المحاولة تأتي في هذه اللحظات، كرة تعود بينية على الجهة اليمنى تماما في هذه اللحظات، ترسل مرة أخرى، تعود لأبناء الحدباء، أبناء نينوى، الموصل البينية حاضرة في هذه اللحظات، لكن جبار كريم الارتقاء حاضر في هذه اللحظات، يعاني من إصابة بهذه اللحظات. الله يا إلهي، لو أتت ثاني العلامات، لو أتى ثاني الأهداف بهذه اللحظات، لو أتى ثاني العلامات. شوف الإرسال من المنتصف إلى منطقة الجزاء بهذا الشكل، بهذه الصورة. كان باللقطة الماضية محاولة كان في اللقطة الماضية أحد المميزين في النادي الموصل بالشكل التام بالوصول الكامل، أبان الكرة وأعرضها لكن لم تأتي. طبيعي جدا. كرة تعود، زيدان عبد الجبار القادم من فريق النجف، وبعدها في الشرط كرة واصلة لأبنائي نينوى مرة أخرى إلى رامي صاحب العطاءات إلى هذه اللحظة بهذا الشكل وبهذه الصورة. إذن هذه أمانة بغداد الليلة المستضيف لفريق الموصل، متعدد الرياضات ومن أكثر الأندية إعجازاً بالرياضات، رياضة بولينج، الجيمناستيك، التنس والعديد. نادي أمانة بغداد بإدارة مميزة الأستاذ فلاح المسعودي رئيس النادي. هذه المحاولة التي تأتي في هذه اللحظات، الله، لو التركيز حضر والتأني لكان هدف ثاني من ثاني العلامات. المحاولة الثانية أتت في اللقاء، المحاولة الثانية التي أتت في هذه المباراة. شوف التعداد والتركيز في هذه الكرة، من هذه الكرة. الله، الموصل أبناء النصر والانتصار بثاني العلامات، بثاني الأهداف، مع فونينغ مجاورا إليه هذه اللحظات وبهذه الكرة. بصيروا عمر الهدف الثاني في هذه الأجواء في مرمى وسام علي، في مرمى أمانة بغداد. بصيروا وجماهير الموصل الحدباء غير مستاءة في هذه اللحظات. جماهير الموصل جماهير الموصل نعم، بهذه الكرة وبهذا الشكل من كرة عادت إلى بصيرو بالزاوية 90 أيضا، وبنفس الزاوية تقريبا التي سدد فيها فونينغ روش. شاهد هذه الكرة من
بصيروا الله الله، وفي غفلة دفاعية أيضا، في غفلة دفاعية وعدم التركيز من وسام. أطاح بالهدف الثاني في هذه المباراة. بصيروا عمر بهذا الشكل يعلن عن ثاني الأهداف وتسجيل الهدف الشخصي الأول في هذا الموسم تحديدا. هنالك لاعب يشكو من كدمة بسيطة، لكن سالم عامر الحكم الدولي القاضي لهذه المباراة يشير اعتقد إلى خطأ. هذا زيدان عبد الجبار في ارتقاء التام. هذا في هذه المباراة، بما أن المباراة لتقدم الموصل بهدفين مقابل هدف واحد. الآن إلى هذه اللحظة استعدوا لأي شيء جديد من الموصل، لأن الموصل قادما وبقوة إلى دوري نجوم العراق ستارز ليغا بهذا الشكل، بالشكل التام وبالوصول الكامل، بما أن الهدف أتى من بصيرو عمر الثاني والأول أتى من فونينغ روش. أتى في بالي أسرع هدف في الدوري العراقي الذي كان حينما سجل المهاجم على عبد الزهر الهدف الأول لفريقه بعد 9 ثواني من انطلاق المباراة، أثر جملة تكتيكية نفذها لاعبين الشرطة بعد إطلاق الحكم صافرة المباراة. أتى علائي عبد الزهر مسجلا أسرع هدف في الدوري العراقي بتاريخه تقريبا على عبد الزهر مهاجم الطلبة الحالي. حطم عبد الزهر الرقم المسجل باسم لاعب فريق النفط مازن فياض الذي سجل هدفا قبل موسمين بمرمى الطلبة بعد مرور 11 ثانية مرور 11 ثانية عن المباراة. أتى حطم الرقم القياسي على عبد الزهر. وهذا أنا أيضا أتكلم عن هذه المباراة، هذا مو أنا لا أقصد بعد البداية أسرع هدف، لكن لفتة جميلة أسرع هدف في الدوري العراقي. هنالك مشجع يسأل ما هو أسرع هدف في الدوري العراقي؟ نعم على عبد الزهرة بعد 9 ثواني، هذا يسجل ولا يوجد أي شخص حطم الرقم القياسي. وإلا فقط تذكرت بعد ذلك في مباراة كربلاء والزوراء في الموسم الماضي حيث سجل أيضا أسرع هدف عن طريق كرار نبيل، أيضا هدف سريع لكن لم يحطم رقم على عبد الزهرة تمام. هذه هي نقطة لفتة جميلة أيضا. كرة تعود للموصل، فونينغ هذا تحت الكرة صاحب الهدف الأول الذي افتتح التسجيل في الشوط الأولاني تحديدا. فونينغ روش 99 كرة واصلة مرة أخرى، المحاولة تأتي على الجهة اليمنى، تسديدة لكن بعيدة ولا زالت إلى ركنية تحولت. 26 بصيرو عمر صاحب الهدف الثاني في هذه المباراة. نادي أمانة بغداد، أسس نادي أمانة بغداد في تاريخ مميز حيث سمي أمانة بغداد ثم دمج مع نادي البلدية. هذا الكلام أتكلم في تاريخ 1977 تحت اسم الأمانة قبل أن يتغير اسمه إلى أمانة بغداد، الآن هو الذي يلعب في دوري المحترفين. سمي إلى أمانة بغداد في سنة 2014 والآن كما ترونه في دوري المحترفين. وحيث نادي أمانة بغداد، هذه معلومة الجميع أعتقد أو البعض يعلم بهذه المعلومة، إن أكثر نادي متعدد الرياضات يشتهر بقوة تمثيلية في رياضة البولينج، وركن أساسي في هذه الرياضة على الصعيدين المحلي والدولي. كما قلنا تأسس في 1957 باسم أمانة العاصمة، وبعدها في عام 1977 اندمج مع نادي البلدية، كان وصيفا لكأس الاتحاد للمعلومة، كأس الاتحاد العراقي حينما كان في موسم 75 إلى 76 ليصبح اسم النادي الأمانة. أيضا عاد ليصبح في 2009 أمانة بغداد، وبعدها في عام 2014 اعتمد أمانة بغداد. وهذه الكرة واصلة للموصل لأبناء الحجبان، بينية تأتي رامي رامي رامي، الله يا رامي، الله يا رامي، لو سددها بإتقان قليلا لكانت لأعلنت
ثالث الأهداف في هذا اللقاء. شوف شاهد السرعة والترقب الحاضر. رامي سددها قبل أن يأتي التدخل باللقطة الماضية الذي أتى من تحديدا عبد الله خلف الذي أبعد الكرة الماضية. ركنية تعود للموصل لأبناء الحدوام. رأسية وارتقاء حاضر في هذه اللحظات. استحضار وترقب تسديده، لكن مصطفى ناظم حاضر به أعجوبة أبعد الكرة باللقطة الماضية. حيدر سالم مرة أخرى برأسية وبإبعاد حاضر بهذه اللحظات. لا زالت الكرة من رامي، لكن أيضا عبد الله خلف المميز. عبد الله خلف أيضا هذا موسمه الثاني مع الأمانة، أيضا مثل الأمانة في عدة مسابقات. عبد الله خلف حدثت تغييرات كثيرة على مستوى الشوط الثاني. هذا ليش يتساءل ليش يتسمى بشوط المدربين بهذه الكرة والارتقاء الحاضر. رأسية لكن بعيدة بهذه اللحظات. الارتقاء الحاضر كما أكمل ما قلت قبل قليل، ليش يسموه شوط المدربين؟ هكذا إن مدرب الفريق يقرأ رتم المباراة ويعلم من هو الركن الأساسي ونقطة ضعف، لذلك يرى أن الذي يبقى وهل سأجري تغييرات أم أبقي الحال على ما عليه تماما. عصام حمد هو مدرب فريق أمانة بغداد، وأيضا الليلة جاسب سلطان مدربا لفريق الموصل. اختارت الهيئة الإدارية لنادي الموصل جاسب سلطان للموسم الثاني، تجديد الثقة بالمدرب جاسب سلطان. تعود مرة أخرى لفريق الموصل المحاولة، الكرة واصلة، ممكن البينية حاضرة عن طريق رامي والعرضية الحاضرة مرة أخرى. فونينج لو كانت قريبة من فونينج بهذه اللحظات. رامي تسديدة، الله يا إلهي، لولا وسام علي السد المنيع ارتقى بها باللقطة الماضية لكانت كرة جميلة بالشكل الكامل وبالوصول التام. هذا كمال الأقرع، استحضار وترقب وانتظار حاضر. هل سيسدد رامي أم جبار؟ بعيدة يا جبار كريم، لولا التركيز قليلا لكان جبار في القائم، لو كان جبار كريم بالقائم. الرقم 10 للموسم الثاني، احفظوا هذا الاسم جيدا، جبار كريم يرتدي الرقم 10. هذا سيعمل شيء إذا مو بهذه المباراة في هذا الموسم، في هذا الموسم. جبار كريم من المدافع المميزين، وهذه الغفلة الدفاعية والإطلاق الحاضرة، لكن حكم الإقامة الحكم المساعد يقول لا وجود لأي شيء باللقطة الماضية، واستكمال الأحداث وتكميل المشوار. كمال الأقرع في المحاولة مرة أخرى، تعود عن طريق الموصل بهذه اللحظات وبهذه الكرة. إبعاد حاضر من أبناء الموصل، إذا تبديل حاضر، سبستيوشن فور أمانة بغداد تيم، تبديل حاضر لفريق أمانة بغداد. إذا من القادم؟ سفيان في غولي. إذا مصطفى ناظم يقول شوية تبديل حاضر أيضا. مصطفى فلاح يدخل كبديل بهذه اللحظات، بديلا لهنريك برناندو، وأيضا هذا ظاهر في صورة 89 في غولي. سفيان في غولي تاركا الدوري الأوروبي ومختارا الدوري العراقي بعدما كان بعطاءات مستمرة في الدوري الأوروبي. أيضا قاد إلى الأمانة، بينية تعود وكرة رأسية. جبار لم يركز في هذه الكرة، جبار لم يكن في هذه الكرة، كان دائما يأتي جبار، كان دائما يأتي في مثل هكذا كرات. هذا سفيان في غولي كما ذكرت. هذه المباراة الثانية لسفيان جالسا على دكة البدلاء الليلة، أيضا في دكة البدلاء. وهذا فودين جروش صاحب الهدف الأول، لكن وسام كان أسرع. كرة ترسل تعود لميلاد فالح المدافع
الصلب ميلاد مثل الأمانة لعدة مواسم. هذا جبار مرة أخرى، المحاولة للأمانة والتغطية. ممكن الخطأ حاضر، لكن استكمال للمشوار. أعتقد أنها كانت في الكرة خطأ، لكن حكم اللقاء له رأي آخر في هذه اللحظات. كرة تعود مرة أخرى مرتدة بهذه اللحظات. من ممكن من هذه الكرة يعدلون. سنرى ثالث العلامات في هذا اللقاء، سنرى ثالث الكرات في هذا اللقاء. لكن حيدر سالم استلم الكرة وكان مركزا بهذه الكرة تمام بالشكل التام وبالوصول الكامل. كرة ترسل من سفيان مرة أخرى إلى ميلاد، تعود لسفيان في غولين بهذا الشكل. هدفين مقابل هدف، هدفين مقابل لا شيء. أنا شغلي وتفكيري على أمانة بغداد، هل سيعدلون؟ هدفين مقابل لا شيء لفريق الموصل في هذه اللحظات من هدفين. أتى الهدف الأول من فونينغروش في الدقيقة 41، أما الثاني أتى من بصيرة عمر. هذه الكرة شوف الارتقاء والتدخل اللي حضر. هذا هدف بصيرة عمر بهذا الشكل. شوف انتظار وتركيز تام، ثم أتى بصيرة. شوف الإعادة الحاضر. هدف مميز وجميل بالزاوية 90. بصيرة اصطد عليها وسام، لكن بصيرة كان أقوى في اللقطة الماضية. هذا الهدف الذي أتى من بصيرة عمر اللي كان في اللقطة الماضية. كمال الأقرع استحضار حاضر، البحث عن الكرة والاستحواذ بهذه اللحظات. مصطفى فالح استحضار حاضر، لكن يخطأ ويخفق. ما أقول يخفق. الإخفاقات تكون وتحضر دائما في كرة القدم وفي هذا العالم المميز. طبيعي جدا. مصطفى فالح هذا مصطفى فالح الذي أخفق في اللقطة الماضية، الذي يرتدي الرقم 17، ابن رئيس النادي مصطفى فلاح مندب، ورئيس النادي الأستاذ فلاح مندب. إذن لاعب يشكو من إصابة باللقطة الماضية، لكن استكمال للمشوار وتكملة للأحداث. عباس ياسين ينقل الكرة إلى ميلاد والاستحضار. البينية حاضرة، كمال يترقب، لكن الموصل يبعد مرة أخرى. الموصل يعود. أبناء النصر والانتصار. لماذا؟ أنتم أبناء النصر والانتصار، وهم أبناء النصر والانتصار. هل سينتصرون الليلة معلنين تغلبهم على فريق الأمانة في أرضهم وبين جماهيرهم وفي الأرض المفترضة لفريق أمانة بغداد؟ هل سيعلنون عن أولى العلامات في هذه الكرة وفي هذه اللحظات؟ إخفاق حاضر في هذه اللحظات. إخفاق حاضر في اللقطة الماضية من كرة أتت الأولى. هذا اللاعب الذي ذكرته كان يشكو من إصابة باللقطة الماضية. بهذه الكرة تحديدا، شوف بهذه الكرة، look this، بهذه الكرة لكن عباس ياسين ترك. طبيعي. الليلة الموصل قاطع 400. هنالك تدخل للنقال بهذه اللحظات، لأن الإصابة عسى أن لا تكون بليغة بهذه اللحظات. عسى أن لا تكون الإصابة بليغة بهذه اللحظات. بالسلامات. هذا عصام حمد غير راضي على النتيجة نهائيا. عصام حمد القادم من الزوراء غير راض على النتيجة نهائيا بهذه اللحظات. يقول بهذه الأسماء وبين أرضي. إذن يخرج كودي سيرجيس. هذا هم جماهير ورابطة مشجعي نادي الموصل حاضرين قاطعين 400 كيلومتر. 400 كيلومتر لهذه المباراة. 400 كيلومتر ولا ينتصرون. لا، هذا صعب جدا ولا صعب أن يتقبل بالنسبة للمشجع. هذا علي كاظم. كرة تعود، عادت الكرة عفوا لفريق الموصل، وعلي كاظم
بإرسال عالية الكرة. سفيان في غولي والارتقاء حاضر بهذه اللحظات. كرة في منتصف الميدان بهذا الشكل، لكن إلى رمية تماس. إذن سيرجيس كودي سيرجيس يقول أنا أكمل، يقول أنا أكمل. كودي سيرجيس يكمل. نحن نمرض ولا نموت، نحن نمرض ولا نموت. هذا ما قال لي أتذكر أحد جماهير الموصل، نحن نمرض ولا نموت. هل ستطبق هذه المقولة بهذه اللحظات؟ أيضا بتقدم الموصل بهدفين مقابل لا شيء بهذه المباراة، وبنفس الدقيقة نادي الشرطة أبناء القيثارة متقدمين أيضا على فريق دهوك بهدفين مقابل لا شيء. هدفين بهدفين بهذه اللحظات، من هدفين. هي بالنسبة لمباراة نادي الشرطة أمام دهوك، سجل محمود المواس الهدفين الوحيدين إلى هذه اللحظة بنفس توقيت هذه المباراة. وفي هذه المباراة أتى فونينغ 99 بالهدف الأول، وهذا جبار عامل العمايل، جبار كريم. قلت لكم وأعيدها، عامل العمايل جبار كريم بهذه الكرة والارتقاء الكان باللقطة الماضية. شوف الإعادة، شوف أتت من زيدان عبد الجبار إلى جبار كريم. شوف التسديدة، لكن التدخل الدفاعي كان حاضر، تدخل دفاعي ورايا رفعت بالوقت نفسه. لو كان هدف لكان أوفسايد، ولو كان جبار كريم لم يخفق. لا نعلم شنو راح يسوي جبار. الموصل قادمين من الموصل من محافظة نينوى تحديدا، وأيضا لدينا هنا المستضيف الليلة فريق أمانة بغداد، وإعادة لهذه الكرة التي كان فيها المحاولة لفريق أمانة بغداد تحديدا من جبار كريم. مستاء ليش ما اجت هذه الكرة؟ مستاء، لكن ينقض عليها علي كاظم. سهل اعتبرها لي مثل هكذا حالات بالنسبة لي علي كاظم سهل، طبيعي جدا. نعم، في غول يرسل كرة لزيدان عبد الجبار. زيدان عبد الجبار في المحاولة تغطية دفاعية حاضرة، لكن التدخل الدفاعي ممكن هنالك، ونرى أمور جديدة في هذه اللحظات. مستاء والاعتراض الحاضر عن طريق جبار. كرة ترسل مرة أخرى، تتحول على الجهة اليسرى تماما. هذه إعادة بالصورة الثانية من الحالة التي أتت. أعتقد هنالك شيء سيأتي بهذه اللحظات. الفار هو الذي سيحكم. هل سيكون شيء جديد أم لا؟ لا أعتقد هنالك شيء. خلص إلى هذه الدقيقة هو سالم عامر لم يصفر. أعتقد لا يوجد أي شيء، أن غرفة الفار لا تعبر عليهم مثل هكذا حالات، لا تخطب عليهم مثل هكذا حالات. كرة تعود، محاولة على الجهة اليسرى عن طريق زيدان عبد الجبار، يرسلها عبد الله خلف، لكن إلى خارج أرضية الميدان، تتحول إلى ركنية. عبد الله خلف الظاهر في الصورة 21 لفريق الأمان، نادي أمانة بغداد الذي يقع في منطقة الكرخ ببغداد. بغداد يتقسم إلى جانبي الكرخ والرصافة، وها هو أمانة بغداد أبناء الكرخ المستضيفة الليلة بهذه اللحظات ومن هذه الكرة لمشروع لهدف ارتداد بهذه اللحظات وبهذه الكرة بالشكل التام وبالوصول الكامل تماما. هذا رامي الوصلات بالبينية، لكن سالم يرتقي لهذه الكرة ويبعدها بشكل مميز. سالم يبعد الكرة، حيدر سالم يبعد الكرة باللقطة الماضية. عبد الله خلف مرة أخرى يرسل كرة إلى جبار كريم مع أمانة بغداد، موسمين قادما من أدهوك بعدما كان في تقديم مستوى مميز مع فريق دهوك. هنالك لاعب يشكو من إصابة داخل أرضية الميدان، وكرة لمصطفى فلاح مرة أخرى تعود إلى سفيان، مرة أخرى إلى عبد الله خلف. تعود الكرة بهذه اللحظات بينية حاضرة، لكن لا
لم يفقدوا الأمل، لم يفقدوا الأمل الأمان. أكثر من كرة ضاعت أسميها ضاعت لفريق الأمانة، لفريق الأمانة، أمانة بغداد في الكرخ، في الأرض المفترضة لفريق الكرخ. تمام كما ذكرت الأندية في محافظة نينوى، في محافظة نينوى مو فقط الموصل، لا مو فقط الموصل، هنالك أندية الفتوى والبلدية، بلدية الموصل الذي هو حاليا الموصل مفترضة ملعب له بالنسبة للمنافسات. إلى هذه اللحظة ملعب الموصل لم يكتمل، 30,000 متفرج، هذا ملعب الموصل الذي جاري الإنشاء. المعسكرات حاليا أو ما نسميها يتمرن النادي حاليا في ملعب بلدية الموصل، لأن حاليا بدون ملعب. وهذه الكرة والتدخل باللقطة الماضية، أوه لا 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 لا، بالسلامات 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 بهذه اللقطة وبهذه الصورة. تدخل قوي وشديد بالشكل التام وبالوصول الكامل بالسلامات للاعب الساقط على أرضية الميدان بهذه الصورة. سيدريك نجاح، سيدريك نجاح. إذن عدد يناهز 3 مليون نسمة ينتظر الموصل بهذه المباراة وبهذا الشكل. بالسلامات لسيدريك نجاح، إصابة بليغة، أتمنى أن لا تكون إصابة بليغة عن طريق سيدريك نجاح وأن يكمل المباراة. الموصل تشتهر بالعديد من الأمور والتراثات التي تكون في الموصل، حيث اشتهرت بالتجارة مع الدول العربية، كونها قريبة على الدول العربية. وهذا اللاعب الذي يشكو من إصابة بهذه اللحظات سيدريك نجاح. بالسلامات لسيدريك نجاح بعد تكملة المشوار. هذا السالم عامر حكم الليلة وقاضي الليلة وقائد المباراة. الموصل التي تشتهر بالجامع النوري الكبير ومنارته الحدباء المائلة بهذا الاسم. سفيان فيغولي يرسل هذه الكرة بالشكل التام وبالوصول الكامل مرة أخرى، تعود لكمال، لكن هنالك شيء جديد، الأوفسايد. هذا هو الشيء الجديد، الأوفسايد. وكمال الأقرع هذا المغربي القادم من المغرب إلى أمانة بغداد، من المغرب إلى أمانة بغداد. وهذه الكرة بالإعادة كمال التي كان فيها في منطقة الأوفسايد. الموصل التي تعرف بلقبها الحدباء، أكيد نسبة إلى منارة هذا الجامع وهو جامع النور الكبير، وأحياء الموصل المميزة حي سومر وحي النور والحدباء. وحينما أذكر أعود إلى نابلس وأعود إلى السويس وأعود إلى الزنجلي والنصر والانتصار التي كررتها مرتين في هذه المباراة، لأن نادي الموصل نادي النصر والانتصار كما يسمى وكما يقولون. الموصل 1959 هذا التاريخ، هذا التاريخ. نعم، وعلي كاظم ينقض على هذه الكرة. المحاولة أتت من كمال الأقرع المغربي مجاورا إلى جبار. بهذه اللحظات أتى هدف ثالث لنادي الشرطة في مواجهة هوك. نادي الشرطة يظفر بالهدف الثالث في مباراته أمام نادي هوك. 3 أهداف مقابل لا شيء لنادي الشرطة بهذه اللحظات وبهذه المباراة. الموصل وأمانة بغداد 2 مقابل لا شيء. 2 أتوا عن طريق أيضا بصيرو عمر 26، والثاني فونينغ روش الاسم المميز. بالسلامات لحسام كاظم كابتن الفريق وقائد الفريق بهذه اللحظات. الموصل المدينة المميزة يقول
ما أقدر أكمل. يقول حسام ما أقدر أكمل. يقول ما هذا تدخل قوي. لا بالسلامات، واضحة 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 من الشاشة واضحة. يقول حسام ما أقدر أكمل المشوار، أعتذر. شوف التدخل، شوف هذه الإعادة، هذه الإعادة اللي راح تكون بالصورة. شوف في هذه اللقطة بالأخير بالمنطقة الدفاعية تدخل عليه سالم عامر. لا يتغاضى عن هكذا حالات، كرة لرمي التماس تتحول بهذه اللحظات لمدينة الموصل. أصل التسمية من كلمة أصل، وهي التي تعني الربط والوصل. أحد أقدم المدن في العالم، مدينة الموصل، أبناء الأصل والفصل والربط والوصل، الأصل والفصل والربط والوصل بهذه اللحظات. كرة تعود لفي غولي سفيان في غولي يرسل الكرة، تعود الكرة تتحول لرمية تماس بهذه اللحظات. زيدان عبد الجبار لي 16 عبد الله أو حيدر سالم، عبد الله خلف بالرقم 21 وحيدر سالم بالرقم 21. تمام. إذا تكملة للمشوار. وهنالك في الجانب الآخر الخارج من أرضية الميدان لم يكمل المشوار، وهذه الكرة المحاولة تأتي لكن الالتقاء دفاعي حاضر بهذه اللحظات. حسام كاظم الذي كان باللقطة الماضية يقول ما أقدر أكمل المشوار، يكمل المشوار حسام كاظم. كرة تعود مرة أخرى، أيضا حسام كاظم يبعد الكرة تتحول إلى رمية تماس بهذه الصورة. تبديلات حاضرة لفريق الموصل، سبستيوشن فور الموصل تيم. أيضا سيدخل البديل باقر عطوان القادم من فريق الحدود، وخروج بصيرو عمر صاحب الهدف الثاني، صاحب الهدفين. هذه هي لقطة بصيرو عمر التي كان فيها هدف ثاني لفريق الموصل بهذه اللقطة وبهذه الصورة، بعدما كان التدخل من حيدر سالم، ولكن حيدر سالم لم يتجاوز الكرة. إذن دخول اللاعب رقم 14 باقر عطوان، وخروج بصيرو عمر 26 نمبر 62 26، وباقر عطوان القادم من فريق الحدود بهذا الشكل. مباراة الشرطة ودهوك لا زالت بنتيجة 3-0، ومباراتنا هنا أمانة بغداد إلى هذه اللحظة خاسر بنتيجة 2-0. زيدان عبد الجبار واستلام الكرة بهذه اللحظات. من هذه الكرة ممكن سيعدلون، لكن تدخل واستحضار من فريق الموصل تيم. فريق الموصل من الأفرقة المميزة في المدينة تماما. كرة تعود كمال الأقرع، واعتراض حاضر من لعيبة وفريق الموصل على اللقطة الماضية بالشكل التام وبالوصول الكامل. كرة ترسل لمصطفى أبو الصوف، مصطفى فلاح الرقم 17، هذا عباس ياسين. إذن هذا صح، هذا هو الصحيح، هذا ظاهر في الصورة. الذي كودي سير جورج الذي شكى من إصابة لأكثر من مرة ولكن لم يستسلم، يكمل المشوار. من القادم؟ تبديلات حاضرة من الممكن لفريق الموصل. أيضا من القادم بهذه اللحظات؟ علاء الدين الدالي، هذا الاسم المميز عامل العمايل علاء الدين الدالي سيدخل كبديل في هذه اللحظات. أما بالنسبة لفريق الأمانة أيضا هنالك تبديلات حاضرة بالنسبة لنادي الأمانة. رائد قيصر سيدخل وسيشرك في هذه المباراة. أيضا في الجانب الآخر كما ذكرت علاء الدين الدالي القادم من القرمة العراقي، القرمة الذي فاز في مباراته في الليلة الماضية ب2 مقابل لا شيء على فريق النفط. هذا عباس ياسين كما ذكرت الذي وقع مع
4 أندية في موسم واحد تماما. نادي أمانة بغداد يتميز بالعديد من الأنشطة الرياضية. كرة القدم من أهم الرياضات، فريق كرة القدم من أبرز فرق النادي على مستوى نادي أمانة بغداد. كما ذكرت إنه متعدد الرياضات، كرة القدم من أبرز فرق النادي. وكما ترون حاليا يتنافس في دوري المحترفين العراقي أيضا خروج أيضا لفريق أمانة بغداد. حيدر سالم سبستيوشن فور أمانة بغداد تيم. إذن خروج اللاعب حيدر سالم 16 وإشراك اللاعب بهذه اللحظات رائد قيصر 9 لفريق أمانة بغداد. أيضا أعود إليكم إلى النادي المميز أمانة بغداد من هذه الكرة والإبعاد. التغطية الدفاعية من رامي ابن اليمني السعيد. الأوف سايد حاضر، وراية ترفع وتشار، والأوف سايد حاضر بهذه اللحظات. وبهذه اللحظة كما أقول إلغاء هدف نادي الشرطة لتحسب النتيجة 2-10. ومباراتنا لا زالت على حالها، 2-0، لا يوجد أي شيء جديد بهذه اللحظات. تبديلات حصلت، تبديل أيضا حاضر بهذه اللحظات حسب ما أعتقد. سيشرك اللاعب علاء الدين الداني. إذن سالم عامر يقول له هدي يا حبيبي يا كمال، يا كمال ويا كمال، هدي حبيبي، هدي. لا يستوجب هذا الأمر كله، لا يستوجب. خلي المباراة بسياق تام وبصورة مميزة. زيدان يخفق هذه الكرة بعدم إرسالها بشكل صحيح لكمال، وكمال مستاء أيضا يقول لا أنا هنا، يقول لا أنا هنا، مستاء من هذه الكرة. أمانة بغداد إلى هذه اللحظة من دون أي أهداف. إلى هذه اللحظة فريق أمانة بغداد خاسر من الموسم بهدفين نظيفين. علي كاظم بالشباك النظيف. أمانة بغداد أيضا بعد كرة القدم يأتي البولينج. إذن يشتهر النادي بالبولينج بهيمنته المحلية وتألقه الدولي في لعبة البولينج. وهذه المحاولة التي تأتي بالنسبة لصالح فريق الأمانة، والتغطية الدفاعية حاضرة من فريق الموصل في هذه اللحظات بالشكل التام وبالوصول الكامل. هذا صاحب هدف المباراة الأول بهذا الشكل وبهذه الصورة تماما. فونينغ روش أرسل الكرة باللقطة الماضية بهذه الصورة. كرة تعود إلى رامي علي باللقطة الماضية بعدما كانت بالمحاولة رقم 6. رامي علي بهذه الصورة تماما. كرة تعود لكمال الأقرع بهذه الكرة يحاول بإرسالها إلى زيدان عبد الجبار كما ذكرت، القادم من فريق النجف. بعدها كان مع فريق الشرطة بإبداعات وتركيزات حاضرة. هذا ميلاد فالح يرسل كرة بينية تعود لفريق الأمانة. ممكن من هذه الكرة لكن بعيدة عن الاحتمالات. عباس ياسين الذي ابتدأ الليلة أساسيا بعدما كان على دكة البدلاء في المباراة الماضية التي خسروا فيها بنتيجة 2-1. إذن هذه المباراة التي استعد إليها أمانة بغداد لخوضها في منافسة دوري نجوم العراق وفي اختتام المرحلة الثانية من دوري نجوم العراق. كرة ترسل من تغطية دفاعية. هذا فونينغ روش من هذه الكرة للموصل مرة أخرى. تغطية وشد حاضر واستبعاد حاضر في هذه الكرة. ممكن استحضار حاضر بهذه اللحظة وبهذه اللقطة. ممكن تسديدها لكن تدخل دفاعي. اعتراف حاضر على أن الكرة هنالك لمسة يد، لكن كرة تتحول إلى ركنية. باقر عطوان هذا القادم من الحدود يقول حبيبي كابتن هنالك لمسة يد، لكن حكم اللقاء يقول اوقف. حكم اللقاء خلونا نشوف هذه الكرة اللي يتدخل بها. اعتقد هنالك شيء جديد أم حكم اللقاء تبديل حاضر يقول اوقف، يقول خليني اشوف هذه اللقطة. خلونا نشوف هذه لقطة حسام. شوف هذه بالمنطقة الدفاعية لقطة حسام كاظم، البطاقة الحمراء
التي أشيرت إلى جبار كريم بهذه اللحظة وبهذه الصورة بعد لقطة جبار كريم البطاقة الحمراء. نعم اللقطة المؤذية تمام. إذن أمانة بغداد بعد البطاقة الحمراء يكمل الفريق ب10 لاعبين هل هنالك شيء جديد بهذه اللحظات؟ سالم عامر ينتظر غرفة الفار، ينتظر الفار. نعم سالم عامر يقول خليني أتأكد بنفسي. هل هنالك شيء جديد بهذه اللحظات على نادي أمانة بغداد ولصالح فريق الموصل؟ هذه الكرة، شوف هذه الصورة التي يراها سالم عامر. نعم قريبة نعم الكرة التي سددها باقر عطمان وداخل منطقة الجزاء. شوف هذه الإعادة. نعم هنالك لمسة يد على لاعب أمانة بغداد، واضحة جدا داخل المنطقة. شوف بهذه اللقطة داخل المنطقة عباس ياسين شقيق اللاعب أحمد ياسين، سالم عامر القاضي في هذه المباراة يتأكد من هذه الكرة هل إنها كانت مستحقة لركلة جزاء. هذا المتسبب بركلة الجزاء أو المخطئ بالتسبب، لكن الإخفاقات حاضرة في كرة القدم لابد أن تكون واضحة جدا. ركلة جزاء، لكن حكم اللقاء أنا أعتقد أنها ركلة جزاء، إنها واضحة بالصورة الأمامي والشاشة التي أمامي، لكن سالم عامر سيكون له رأي آخر. الفار هو الحاكم في هذه المباراة. هذه الصورة التي يراها هذه الصورة التي يراها سالم عامر. ما هو القرار؟ سالم عامر هل هنالك لركلة جزاء؟ نعم ركلة جزاء وفرحة موصلية من أبناء الحدبان. سالم عامر بهذه اللقطة، شوف بعد تمرير أتت من باقر عطوان تدخل عليها عباس ياسين، وهنالك لمسة يد في هذه الكرة واضحة جدا. نعم أنا قلتها واضحة جدا، وركلة جزاء من تسديدة من محاولات من باقر عطوان. ركلة جزاء لصالح الموصل. من سينفذ هذه الكرة؟ من سينفذ ركلة الجزاء؟ بهذه اللحظات يدخل البدلاء الحاضرين في هذه المباراة، يدخل البديل عمر عبد الرحمن بالرقم 10، هذا الذي شقيقه يلعب في نادي الكرخ. عمر عبد الرحمن يدخل بديل عمر عبد الرحمن. سبستيوشن فور الموصل تيم. خروج اللاعبين 19 بهذه الصورة من فريق الموصل بعدما قدم ياسر ناجي 19 مستوى مميز ومع معين أحمد 18. إذا دخول علاء الدين الداليم وفور دخوله تنفيذ الجزاء، ركلة جزاء لصالح الموصل أبناء الحدبة النصر والانتصار. هل سيضعها علاء الدين الداليم؟ هل سيضعها في الاحتمالات المطلوبة، في الاحتمالات بالشكل التام وبالوصول الكامل؟ علاء الدين الداليم النصر والانتصار. وبهذه الكرة علاء الدين الداليم فور دخوله تنفيذا لركلة جزاء، وفرحة موصلية لنادي ومشجعي نادي الموصل تماما. فرحة موصلية بانتزاع الفانيلة. نعم حقكم بالعامية وبالعراق نقول حقكم على هذه الفرحة. علاء الدين الداليم القادم من القرمة بهذه الصورة سددها بخبرة عالية وبتركيز تام. شوف بالزاوية المميزة وبالزاوية المميزة التي لا يراها وسام علي. علاء الدين الدالي بتركيز تام وبصورة تامة نفذ ركلة الجزاء لتصبح النتيجة بهذه اللحظات هدف، لتصبح النتيجة بهذه اللحظات 3 أهداف مقابل لا شيء لصالح أبناء الموصل. قادمون بقوة أبناء الموصل. علاء الدين الدالي
يسجل ثالث العلامات لفريق الموصل بهذه الصورة وبهذا الشكل. 3 مقابل لا شيء لصالح الموصل. ونتيجة الشرطة ودهوك هنالك في الفيحاء لا زالت 2 مقابل لا شيء أيضا بعد إلغاء الهدف المحتسب. نعود إلى هذه المباراة والرتم العالي. 6 دقائق مقابل نهاية المباراة. خروج موفق لوسام علي. وسام علي بهذه الصورة وبهذا الشكل تماما. وسام علي أبعد هذه اللقطة حارس المنتخب الشبابي. وسام علي وحارس المنتخب الأولمبي، مثل المنتخب الأولمبي والمنتخب الشبابي بعدة مسابقات. هذا هو وسام علي. أرسال كرة، استحضار وحضور كامل. نادي أمانة بغداد إلى هذه اللحظة خاسر من الموصل و6 دقائق عن نهاية الأجواء، عن نهاية هذه المباراة، عن نهاية هذه القمة. من كرة تعود مرة أخرى لحسام كاظم. من هذه الكرة ميلاد يحاول في استحصال الكرة من فرصة تعود لأمانة بغداد. يا إلهي يا إلهي على أي فرصة من زيدان عبد الجبار. شوف ميلاد استغلها وظفر. كمال أخفق فيها ولم يستلمها. أتى زيدان كمال مررها بتمريره إلى زيدان العطار، إلى زيدان عبد الجبار. قريبة والله قريبة والله قريبة بهذا الشكل وبهذه الصورة، قريبة جدا. إذن مدرب الموصل جاسم سلطان إلى هذه اللحظة راض على الفريق بهذه النتيجة وبهذا الرتم وبهذا الأداء وبهذه الصورة وبهذا الشكل وبهذه البينية وبهذه الكرة التي تمرر وبهذه الكرة التي تأتي تعود لما يا عمر عبد الرحمن. هذا الظاهر في الصورة صاحب اللقطة الماضية كابتن الفريق عمر عبد الرحمن، شقيق اللاعب عياضية ما يسمى عمر عبد الرحمن الذي يسمى عياضية، الذي يلعب حاليا في فريق الكرخ الكناري. في هذه المباراة لفتة مميزة لدينا في الأمانة عباس ياسين، وهذا علاء الدين الدالي في المحاولة لمشروع هدف رابع، لمشروع هدف قادم في هذه اللحظات. تسديدة حاضرة من باقر عطوان لكن لم تأتي بالإخفاق الدفاعي الحاضر بهذا الشكل. إذن هذا محمد عبد الرحمن بهذه الكرة لكن لم تتخطى الكرة باللقطة الماضية. تكمل المشوار محمد عبد الرحمن يرسلها لكودي سيرجيس. تعود الكرة لأكرم رحيل مرة أخرى. علاء الدين الدالي بهذا الشكل القادم من فريق الكرمة. أي كرة أتت باللقطة الماضية و3 دقائق عن نهاية هذه المباراة. إذن أيضا من التبديلات الحاضرة خروج فونينغ روش رقم 99 ودخول اللاعب رقم 7 المميز تماما سامر محسن. سبستيوشن فور الموصل تيم. خروج اللاعب رقم 99 فونينغ روش ودخول اللاعب سامر محسن. كرة تعود و3 دقائق عن نهاية هذه المباراة ونهاية هذه القمة والصراع الكروي. إذن إدارة مميزة وموفقة بهذه اللحظات وبهذه الصورة. علي كاظم ينقذ على الكرة وسهل سهلة تماما بهذه الصورة. سهلة بهذا الشكل عن طريق عمدة نادي أمانة بغداد. هذا الخروج التدخل الذي كان باللقطة الماضية. والآن نعود إلى كمال والمغربي والإبداع المغربي الحاضر كمال الأقرع بهذه الصورة يمررها مرة أخرى إلى الآخر الزميل بهذه الصورة وبهذا الشكل مرة أخرى إلى عبد الله، لكن هذا ظاهر في الصورة. رامي علي ابن اليمن السعيد رامي. تعود كرة لفريق الأمانة من محاولة تأتي بهذه اللحظات وبهذه الصورة. سامر ممكن بهذا الشكل لكن بعيد. أو رائد قيصر رائد قيصر باللقطة الماضية. كرة تعود لعباس ياسين كما ذكرت لدينا في المباراة. هذا عباس ياسين برقم 6 لاعب فريق أمانة بغداد، شقيق اللاعب أحمد ياسين الذي
الذي ترك فريق زاخو وعاد إلى نادي أوريبرو السويدي. نعم النادي السويدي أوريبرو، اسم صعب يلفظ بهذه الصورة. عباس ياسين نعم كما قلت في الأمانة شقيق أحمد ياسين. ولدينا هنا المستلم بهذه الكرة محمد عبد الرحمن الذي شقيقه يلعب بالسلامات. التدخل الغير موفق لي بهذه الصورة. لامين ساماتين ذكرني بالبارسا تحديدا، لامين يامال بالمبدع والسيناريو. هذا لدينا الليلة في دوري نجوم العراق ستارز ليغا. لدينا لامين لكن ساماتين في جول ليرسل الكرة، لكن حسام كاظم بعد اعتذاره عن تكملة المشوار يكمل وبعطاء بشعار نمرض ولا نموت من هذه الكرة والخروج الحاضر لمشروع المرتد. هدف رابع. لكن عباس ياسين مميزا باللقطة الماضية ومبدعا بصورة كاملة بهذه اللقطة. محمد عبد الرحمن لا زالت الكرة حاضرة، لكن هذه الكرة والصافرة الأولى تسبيق والثالثة. سيداتي سادتي معلنة عن نهاية أجواء هذه المباراة بتقدم فريق الموصل كلوب على نادي أمانة بغداد المستضيفة في هذا اللقاء. إذا انتهت المباراة بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء لصالح نادي الموصل أبناء نينوى. بهذا الشكل أهداف المباراة أتت عن طريق الدقيقة 41 فونينغ روش، والثاني أتى عن طريق بصيرو عمر 26. أيضا في شوط المباراة الثاني وثالث الأهداف أتى من ركلة جزاء نفذها علاء الدين الدولي القادم من القرمد حديثا إلى نادي الموصل تماما، مختارا كل العروض إلى نادي الموصل تماما. إذا سيداتي سادتي أحبتي الأفاضل أينما كنتم وأينما كانت مواقعكم تقبلوا تحياتي. كان معكم بالصوت والصورة معلقا واصفا على شبكة الإعلام العراقي حسين خميس.